للتصريح ديال وزير العدل، لا اخلاقيا ولا المسؤوليه اللي تيتحمل ما كانش عليه باش يجبد جوج برلمانيين انهم هاربين من العداله في برنامج اللي هو برنامج تلفزيوني. وهنا باش نلقاو صحاب التلفزيون المغربي اليوم 85% تسدي الحكومه من الحصه ديال التلفزيون المغربي، لان الحكومه اول ما عملات هددات ما كناش تحملات، جبدات تقارير بالنسبه لا بروميير شين ولا دوزيام وهددوهم ولاو دابا كلشي للحكومه. حنا تنطلبوهم في بعض التجمعات اللي تتكون بالالاف ما تيجيوش، ولا جا تيدوز هذاك الشيء بالسرعه ديال 30 ثانيه، هذا بين قوسين. البرلمانيين ديالنا ما عندنا حتى شي برلماني اللي داخل السجن ولا هارب. اللي قريت انا البارح واليوم هو قيادي في العداله والتنميه راه في وجده متابع ب 120 مليون ديال السنتيم وراه هربان، خصو يقلب عليه وزير العدل. السي بالكره راه عند قضيه التحقيق. مدير ديال رئيس الديوان ديال رئيس الحكومه راه تم استدعائه مع مجموعه. حزب الاستقلال عنده 450 رئيس جماعه. العداله والتنميه عندها 40 كلهم متابعين واللي مولو شيرشي واللي راه في المشاكل. حتى شي واحد ما يخدم علينا نبي، حنا بشر ولكن في 450 استقلالي مع زيد المنتخبين بالمئات بالالاف. عطيني شكون هاد الناس اليوم اللي راهم متابعين ولا خالقين مشاكل. وحزب استقلال في عمره 80 سنه، هذا في عمرهم 10 سنين. شنو هي المتابعات اللي كاين؟ المتابعات اللي هي كبيره وكبيره جدا. هذا اللي تنقولوا حنا انتقائيه في الملفات ما خصهاش تكون. ولكن هما جابوا لنا واحد الفتوى اليوم دايرين محكمه داخليه. دابا تنطلبوا من ذاك وزير العداله والتنميه السي افتاتي الداخلي جبد هذا الملف ديال وجده. مشى لعندو قال له غنطردوه، صافي هذا هو الحل. طردوه ويخرجوه بحال اللي داروا الرئيس ديال العرايش تبع العداله والتنميه، طردوه من الحزب صافي مابقاش المتابعه. لا، خص المتابعه القضائيه للجميع، ما تكونش انتقائيه في الملفات. ما نجيوش نبقاو نهرجوا لان عندكم مسؤوليه. المسؤوليه امانه تحاسبوا عليها غدا يوم القيامه. المسلمين ديالنا قودنا الحكومه. لهذا الله يجازيكم بخير، ما نبقاوش نتبعوا غير اللي بغينا. البرلماني ديالنا خرج براءه، البرلمان الثاني في الابتدائيه خرج 5 سنين غادي يخرج براءه لان عارفين انه براءه بدون تدخل. وزير العدل راه من العداله والتنميه. كذلك مراكش انا مشيت زرت ذاك الناس وكانت عندي الشجاعه. الناس مازال ساكنه في الدور القصدير غير هي بالبيطه، ويتحاكموا لا لشيء الا الاشاعه. في حين ان اللي خصو يتحاكم اليوم داكشي اللي قرينا واللي شفنا واللي بالوقائع هو اللي ما تصرحش بالممتلكات، هو اللي دار الصفقات باسمه. الاستاذ الحقاوي راه وقفات مسؤول لانه صحها وقال له هذا رئيس الحكومه ما يمكنش المارشي يدوز بسميتو، ووقفاتو وداروا له لي بوند كوموند في سميتو رئيس الحكومه. والله كون دارها شي استقلالي غير في شي قريه، والله مسكين كره الا ما عرفتي حاكموه في المحكمات الجنايات الدوليه. تكونوا عارفين. ولهذا احنا مع الحساب وراكم مسؤوليه بالحساب، ولكن ماشي مع الهضره، لا بالفعل. لهذا باش ما يبقاوش هاد الناس يعمروا علينا. مسائل تجاريه تتوقع ما بيننا. حنا غير الاجتماع د الرشيديه داكشي اللي تقال شهر والهضره شهر، يعني تهينوا الشعب المغربي. ما تتهضر تاع الناس جات ب 100 و 200 درهم تتهين الشعب، ما تهينيش انا. انت تيجي ولا عندك تبارك الله لانك فيك البركه تبارك الله. وقريت انا في واحد الصحيفه عاود بركات رئيس الحكومه المازوت هبطها واش قضينا حنا بالمحروقات هبطات على المستوى الدولي. كونوا متاكدين ان المحروقات واخا يعطيوها لنا ب0 درهم ويبقى الثمن هو 7 دراهم فاصلة 25، ان المقايسه عدلوها على حسابهم. قلنا لكم في الاول راه 6 دراهم و5 دراهم ديال الضريبه تتادى للدوله. كان عليه اول حاجه ينقسم الضريبه بعد عاد يمشي للمواطن الفقير.